السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أبدأ كلامي بصلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله يومنا مختلف برضو، عزومة جديدة من عزومات مملكة هيام في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى عزمتي مين يا هيومة؟ النهاردة بقى طبعا عزمت سلايفي طبعا، أم يوسف وأم ليان حبايب قلبي، وجمعت طبعا العيلة كده النهاردة على الفطار. اتجمعنا كلنا مع بعض، فيلا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ من يمين عشان ربنا يجعلنا دايما من أهل اليمين، ونشوف عزومتنا النهاردة وفطارنا النهاردة ايه. معانا طبعا دي كده لحمة بلدي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. حتة لحمة بقى تسلم ايدك يا بوطة بجد والله العظيم كانت زي العسل. آه، حتة اللحمة دي يا جماعة طبعا بنجيب من بوطة، ابن هو اسمه محمد بس دلعه بوطة. بوطة ده ابن عم جودة، الله يرحمه. آه، يعني اللحمة بتاعته عالمية عالمية زي ما انتم شايفين كده. ومعانا طبعا الرز. ومعايا هنا طبعا طلعت كده طماطم وعصرتها، والبولات الصغيرة دي فيها بسلة وفيها آه، بطاطساية كده متقطعة مكعبات، وكوسة. الكوسة دي اللي كنا مفرزينها مع بعض قبل رمضان. دي ان شاء الله هنبقى نعمل بيها شوربة خضار لحد طبعا كده في العيلة، بس هو مش بيحب ان احنا نذكر اسمه، ف هنعمله ان شاء الله شوربة الخضار دي عشان هو ايه تعبان شوية. ومعانا بسلة تانية هنعملها لينا احنا بقى طبعا. طلعت كده كيسين بسلة من اللي كنا مفرزينهم برضو مع بعض، وقطعت بصلاية فرمتها فرم ناعم. ومعايا الطبق ده فيه طماطم وبصل وجزر وروزميري وورق لورا وحبهان عشان ان شاء الله دي للشوربة بتاعة اللحمة. ومعايا طبعا الشعرية عشان نعمل احلى شوية رز بشعرية. وطبق الخضار الجميل طماطم وخيار وشطة وفلفل وليمون وبقدونس بقى وشبت وكده عشان نعمل أحلى شوية سلطة كده جنب الفطار بتاعنا النهاردة. وطبعا معانا البهارات عبارة عن ملح وفلفل وكمون وواحدة مرقة دجاج ومعلقة من الشوربة البيضة عشان طبعا شوربة اللحمة. تمام. ومعانا ايه تاني يا هيومة في مكوناتنا؟ معانا طبعا احلى شوية لسان عصفور كده عشان نعمل شوربة لسان عصفور بقى طبعا لينا. وطلعت طبعا كده جوافة عشان نعمل احلى عصير جوافة. وطبعا ابو حبيبة هيجيب لنا طبعا تمر وصوبيا عشان طبعا ولاد سلافي بيحبوه. وطلعت طبق كيس بلح كمان من اللي كنا مفرزينه برضو عشان نفطر بيه كده قبل الفطار. وطلعت معايا طبعا السمنة، ودي كده معلقة توم مفرومة عشان بحب اعمل كده البسلة بالثوم والبصل بتبقى طعمها حلو جدا. والزيت. وطبعا فانوس رمضان الجميل اللي مشرفنا طول شهر رمضان وفوانيسه الجميل وضحكته التحفة، واسم الله طبعا حبيب قلبي اللي منورني ومشرفني دايما في كل فيديوهاتي. وماشيين كده ببركة ربنا ودعوة أهالينا لينا الحمد لله. ودوار الشمس الجميلة اللي دايما تفتح نفسنا كده على التصوير. ودي كانت مكونات وصفتنا أو فطارنا أو عزومتنا النهاردة. يا رب تكون عند حسن ظنكم. ويلا بينا نقول بسم الله وناخد الحاجات دي كلها وندخل عملي مع بعض على طول ونشوف هننفذها ازاي. تعالوا بينا بقى. طبعا دخلت كده علقت على حلة على النار فيها مية بتغلي. هبتدي انزل عليها طبعا بالطماطم والبصل والجزر والروزميري ورق لورا والحبهان عشان نسلق طبعا اللحمة فيها. الحاجات دي بتنكه اللحمة كده بتديها طعم حلو جدا. وادي اللحمة بتاعتنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت في اول الفيديو المقدمة حتة لحمة تسلم ايد اللي قطعها بجد. وتسلم ايد اسلم اللي هياكلها بقى اسلم بألف هنا وشوف على كل اللي اكل من الاكل ده النهارده. كان في منتهى الجمال ولمتنا الحمد لله كده حوالين بعض كانت احلى واحلى. يا رب دايما كده متجمعين مع بعض حبايب قلبي في الخير، ودايما مع بعض في كل حاجة يا رب. نزلت باللحمة زي ما انتم شايفين على الشوربة وهبتدي اغطي عليها واسيبها بقى كده تاخد نص سوا، وبعد كده نرجع نضيف لها البهارات. يلا بينا بقى. معايا حلة تانية على النار هنبتدي ننزل فيها بشوية زيت زي ما انتم متعودين معايا، ومعلقتين من السمنة او الزبدة اللي متواجد عندك. تمام. عشان نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبتدي ان احنا نسبك للبسلة. هنزل طبعا معايا كده بصلاية كده مفروم فرم ناعم، وهبتدي ان انا اشوحها كده لحد ما تديني لون ذهبي كده جميل.
وبعد كده نرجع نضيف لها معلقة التوم. معلقة التوم باضيفها بعد ما البصلة بتكون يعني دبلت معايا، مش بانزلها في الأول عشان طبعًا انتم عارفين التوم مش بياخد وقت بيتحمر على طول، فعشان ما تتحرقش تحطيها بعد ما البصلة خلاص هتكون داخلة على صفران كده. هنا كانت خلاص البصلاية اتصفرت معايا، نزلت بمعلقة التوم أهي وهابتدي إن أنا أشوحها بس كده مع بعض لحد شفتوا بقى ما ياخدوا اللون الدهبي الجميل ده كده أهو. ده اللون المطلوب للبصلة والتومة. يلا بينا في الوقت ده طبعا هنزل بالبسلة، شايفين دي البسلة اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض قبل رمضان، شايفين محتفظة بلونها وخضرها وجمالها ازاي. بسم الله ما شاء الله. انا بطلعها طبعا من الفريزر على طول على الحلة، ما بسيبهاش بره تفك عشان لو سبتيها تفك هتبقى عبارة عن مية ومش هتبقى حلوة خالص. فنزلت بالبسلة والجزر كده وابتدي اشوحهم مع البصل والثوم لحد ما ياخدوا تشويحتين كده، وبعد كده ننزل بعصير الطماطم. في الوقت ده كانت البسلة زي ما انتم شايفين معانا بسم الله ما شاء الله خدت معايا تشويحتين كده. هنزل عليها بس كده بالأول بواحدة مرقة دجاج بحب ان انا اضيفها ليها كده واشوحها معاهم، بتديها ريحة حلوة جدا، ريحة وطعم. اللي بيحب مرقة الدجاج زي كده ينزل يقول لي في الكومنتات، يا اما احنا بنحب مرقة الدجاج برضو في الاكل والطبيخ بتاعنا. بعد ما البسلة اتشوحت معايا مع البصل والثوم وكده وضفت لها واحدة الماء الدجاج، نزلت بعصير الطماطم اهو. دي برضو الطماطم اللي كنا مفرزينها مع بعض قبل رمضان، شايفين ما شاء الله فريش ولونها تحفة ازاي. بسم الله ما شاء الله. فعلا التفريزات بتنفع يا جماعة، بتوفر علينا الوقت والمجهود وكل حاجة. اغطي بقى على التسبيكة واسيبها تتسبك كده هي مع بعضيها، وكمان اللحمة عايشة حياتها، ونرجع مع بعض. هوبا رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو، جامدين دايما عليكم كاسحين كل المجال. هنا بقى بعد ما اللحمة خدت نص سوا وكانت اتشربت المية ضفت لها مية تاني، وهنبتدي بقى ننزل بالبهارات اللي هي عبارة عن ملح وفلفل وكمون، واحدة مرقة دجاج، ومعلقة من الشوربة البيضاء. وهنا كنت حسيت ان انا لما ضفت مية حسيت ان البهارات اللي كنت الملح يعني ما كانش هيبقى آه، مش هيبقى مظبوط قوي، فحطيت ايه معلقتين كده كمان صغيرين من الملح عشان يبقى الحوض مظبوط. انا والله العظيم يا جماعه يعني في طبيعه اكلي اصلا انا مش بدوق اي اكل خالص، بحط كده ببركه ربنا والحاجه بتطلع والله العظيم مظبوطه في منتهى الجمال ما شاء الله من غير ما ادوق اي حاجه. طبعا يعني انا ليا نظره في الحاجه الحمد لله، دي حاجه كده من عند ربنا. غطيت على اللحمه بقى واسيبها تكمل سواها، وادي كمان البسلة ما شاء الله عايشة حياتها وبتتسبك وخدت لون جميل كده. بعد ما البسلة خلاص بقى اتسبكت معايا نزلتها كده شوية على ما اللحمة تستوي، بعد كده نضيف لها اللحمة. تعالوا بينا في الوقت ده معايا حلة على النار نزلت فيها بشوية البسلة والجزر، وادي كمان بطاطساية متقطعة مكعبات صغيرة، وادي كمان شوية كوسة من اللي كنا مفرزينهم مع بعض كده في تفريزات رمضان. وهبتدي انزل عليهم بالشوربة. طبعا انا صفيت شوية شوربة كده من شوربة اللحمة وهضيفهم عليه. هنعمل كده ايه دي شوية شوربة خضار كده. آه زي ما اتفقنا معاه ان ده حد من العيلة بس هو مش بيحب ان احنا نذكر اسمه، فهو بألف هنا وشفا لشوربة الخضار ديت. كل اللي كل منها يعني. خلاص هسيبها بقى كده هدي عليها واسيبها تستوي كده على نار هادية براحتها عقبال ما اللحمة تستوي. يلا بينا في الوقت ده كانت اللحمة استوت وشلتها طبعا في سرفيس. تعالوا بينا دلوقتي في الوقت ده معايا حلة على النار نزلت فيها بشوية زيت ومعلقتين من السمنة أو الزبدة زي ما احنا اتفقنا عشان نبتدي نعمل أحلى شوية رز بشعرية. بعد ما السمنة والزيت سخنوا معايا نزلت بالشعرية زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اشوحها لحد ما تاخد لون ذهبي جميل زي ما انتم متعودين معايا. في الوقت ده كان الرز بقى اتغسل واتصفى بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. الشعرية خلاص اتحمرت معايا وخدت لون ذهبي كده اهو ما شاء الله. ده كده اللون المظبوط للشعرية اهو بعد ما اتحمرت. يلا بينا ننزل بقى بالرز. هبتدي بقى انزل كده خلاص بالرز وابتدي اشوحه مع الشعرية كده ياخد معايا كام يعني تشويحتين كده. طبعا كنت جيت امسك الحلة لقيتها سخنة جدا اتلسعت بس يلا الحمد لله، ده حال كل ست وكل ام مصرية في المطبخ نتلسوع ويبص بقى مش عايزة اوصف لكم بيحصل لنا كوارث في المطبخ والله، بس ربنا بينجينا يعني. انا في اليوم ده والله خدت كذا لسعة كده بس الحمد لله. هنا بعد ما الرز والشعرية اتشوحوا معايا يلا بينا بقى كنت صفيت شوربة برضو اهي. نضيف بقى الشوربة طبعا لازم تكون سخنة زي ما احنا متفقين. وهابتدي إن أنا خلاص كده ضفت الشوربة والمقدار الصح للرز. هقلب بقى الرز والشعرية مع الشوربة كده
وطبعًا أنا باغرز المعلقة، ولمّا بالاقي إن الشوربة مغطية المعلقة بيبقى ده المقدار الصح لتسوية الرز، زي ما أنتم شايفين معايا بالشكل ده. هاغطّي على الرز بقى واسيبه يتشرّب، ولمّا يتشرّب أهدّي عليه واسيبه ياخد سِواه براحته، ويالّا بينا في الوقت ده كانت شوربة الخضار كمان أهي داخلة على سِوَى، هاسيبها بس كده دقيقتين 2 وانزّلها، وبعد كده نرجع نعمل لسان العصفور. شايفين بقى شوربة الخضار لونها جميل إزاي ما شاء الله، كل حاجة والله العظيم ما شاء الله يعني ربنا مبارك في الحاجة، الحمد لله. يالّا بينا بقى في الوقت ده كنت أهي اللحمة طبعًا طلّعتها من الشوربة أهي وصفيتها كده على السرفيس، هاشيل بس كده حتتين لحمة مسلوقين، مش هنحطهم دول في الطبيخ لإن دول زي ما اتفقنا لحد طبعًا معانا، بس هو مش عايز أي مسبكات يعني. حطيت له بقى طبعًا حتتين اللحمة دول في شوربة الخضار ليه هو، ويالّا بينا إحنا بقى اللحمة بتاعتنا هنضيفها طبعًا في البسلة دلوقتي مع بعض، بس يالّا بينا الأول نعمل أحلى شوية لسان عصفور. نزلت معايا حلة على النار، نزلت فيها بشوية زيت ومعلقة سمنة، وادي كمان لسان العصفور، وهابتدي أشوحهم لحد ما يدوني برضه لون دهبي جميل، ونرجع نضيف لهم الشوربة. اللي وصل معايا لحد هنا بقى يقول هيام أحلى شوربة لسان عصفور في الدنيا، عشان أعرف أنتوا وصلتوا معايا لحد هنا يا أحلى اخوات وأحلى جمهورية في الدنيا كلها، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب يا أحلى اخوات. كده بعد ما لسان العصفور اتشوح معايا ابتديت إن أنا أنزل واحدة واحدة بالشوربة أهو، بس بانزل واحدة واحدة لإن بصراحة لسان العصفور بيبقى سخن مولع، فخلي بالِك وأنتِ بتضيفي الشوربة عشان ما تلسوعيش. هابتدي أقلِّب بقى الشوربة كده مع لسان العصفور وأغطّي عليه وأسيبه بقى إيه على نار هادية يستوي براحته، ويالّا بينا في الوقت ده هنشيل بقى بعد ما لسان العصفور يستوي، يالّا بينا في الوقت ده جِبت البسلة أهي، شايفين بقى لون الصلصة أحمر ما شاء الله وجميل إزاي، يالّا بينا بقى هنضيف اللحمة كده على البسلة عشان تاخد غلوتين بقى قبل ما نقدّمها على الفطار، وتاخد من طعم البسلة بقى والبسلة تاخد من طعم اللحمة يعني يعملوا يعني خلطة كده وأصدقاء بقى مع بعض، إحنا أسرة مع بعضينا. هاضيف لهم بس شوية شوربة صغيّرين عشان كده إيه، البسلة تبقى حلوة واخدة راحتها كده هي واللحمة في السِوَى، وأغطّي عليهم دلوقتي بقى وأسيبهم ياخدوا غلوتين، والرز كمان عايش حياته على النار، لسان العصفور كمان على النار على البوتاجاز التاني جوّه بيكمّل سِواه، وكل حاجة under control أو مش عارفة. under control زي ما بيقولوها، يعني كل حاجة في option يعني كل حاجة الحمد لله خلصت. في الوقت ده طبعًا أنا كنت وأنا باعمل الأكل عصرت الجوافة زي ما قُلت لكم عصير الجوافة، وأبو حبيبة كان في الوقت ده راح جاب لنا بقى التمر والسوبيا، وهنا بقى كنت باقدّم العصير معاكم أهو أنا وأم ليان حبيبة قلبي، كانت بتفضّي التمر وأنا بافضّي عصير الجوافة، ويالّا بينا كمان هنفضّي معاكم السوبيا. طبعًا جِبت الكاس قدّام شوية لإني حسيت إن الص ال ال شفشق الصوبيا كان مليان على الآخر، فلو كنت صبيته وهي في مكانها كانت هتبهدل الدنيا. فخلّينا كده إيه، ماشيين بنظام وترتيب عشان أنا باحب النظام جدًا والترتيب، وهنا مولان كانت بتحاول تخرج لي الكاس التاني في الأول، فقُلت لها خلاص يبقى طالما الشفشق اتنقص شوية هاصُب عادي. هنا بقى شايفين بقى شغل فاخر من الآخر يا هيّومة، صُبي بقلب جامد ولا يهمِّك، أنتِ قدّها وقدود يا مملكة. وطبعًا كنت فضّيت البلح بقى طبعًا في البونبونيرة ده، ومودي حبيب قلبي، أنتِ صوّرتِ مودي وليان إمتى يا حبيبي؟ وادي مودي وليان بيقولوا لكم حطّوا لايك. طب والله أنا اتفاجئت دلوقتي بتصوير لولو وميمو في الفيديو. حبيبة اللي كانت بتصوّرهم أهُم، حبايب قلبي، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. وطبعًا هنا كده خلاص كان المغرب أذّن، وكنا طبعًا بقى أنا وأم يوسف وأم ليان فرّغنا بقى وحبيبة فرّغنا الأكل طبعًا بالشكل ده، وده كده يا جماعة شكل سفرتنا على الفطار النهارده وعزومتي لسلايفي، ربنا يا رب يديمنا مع بعض كده ويديم لمّتنا الحلوة، أحلى شوية رز بشعرية وأحلى بسلة وأحلى لحمة وأحلى شوربة لسان عصفور وشوربة خضار وكل حاجة حلوة، وأحلى عصير جوافة وتمر وسوبيا وبلح وكل حاجة حلوة ليهم. أنا مش هييجي لي طبعًا أغلى منهم هم زي إخواتي، سلايفي دول إخواتي، إحنا مش مجرد سلايف إحنا إخوات وأكتر كمان من الإخوات والله، يعني لمّا بيحصل لحد فينا حاجة إحنا اللي بنلحق بعض قبل ما أي حد تاني ييجي والله من برّه، وإحنا بنلحق بعض، فدايمًا يا رب كده نخلّينا دايمًا مع بعض إيد واحدة في كل شيء يا رب.
وهنا كنا خلاص فطرنا الحمد لله وقمنا بقى كده عشان أقدم لهم بقى حاجة حلوة. طبعا أنا ما في اليوم ده بصراحة ما قدرتش إن أنا أعمل حاجة حلوة من بالليل، فطبعا اتصرفت وخليت أبو حبيبة جاب لنا طبعا كنافة بالقشطة. إن طبعا حد من العيلة طبعًا اللي هو مش بيحب إن إحنا نذكر اسمه، بيحب الكنافة بالقشطة دي اللي إكرامي بيجيبها له على طول في كل سنة، و وسلايفي بيحبوها كمان، فقُلت بقى أجيبها لهم. طبعًا أنا باحب أشوف هُم بيحبوا إيه وباجيب لهم الحاجة اللي هُم بيحبوها. طبعًا أبو حبيبة كان رايح عند محل آدم كده بتاع الحلويات عندنا في البلد، بسم الله ما شاء الله، جاب لنا بقى كده أحلى كنافة بالقشطة زي ما أنتم شايفين. بجد تسلم إيديهم. والله العظيم يعني أنا أول مرّة بصراحة نجيب حاجة من عند محل آدم. أنا كنت دايمًا متعاملة مع محل فتحة خير، بس من ساعة ما أحمد ساب المحل بقى يعني أبو حبيبة ما أعرفش راح النهارده جاب من عند آدم، بس بسم الله ما شاء الله محلهم باين عليه برضه حاجته جميلة، وكانت الكنافة بالقشطة في منتهى الجمال، وكان طعمها يعني حلو جدًا والسكر بتاعها مضبوط وكمان القشطة بتاعتها حلوة. طبعًا ابتديت إن أنا جِبت الأطباق كده وأقدّم بقى بالشكل ده طبعًا كده، عشان نقعد بقى مع بعض كلّنا متجمّعين بقى في الصالة، نقعد كده ناكل بقى حاجة حلوة بقى طبعًا، ناكل حاجة مسكّرة كده. وكمان أم ليان كانت راحت جابت لنا حاجة ساقعة، فطبعًا قُلنا نهضم بقى بالحاجة الساقعة. ما رضيناش نشرب شاي بصراحة، الواحد كان عايز حاجة ساقعة كده تهضم الأكل. وبس كده يا جماعة، ده كان يومنا النهارده وفطارنا وعزومتي لسلايفي، يا رب تكون عجبتكم. وطبعًا هُم مش بيحبّوا يظهروا أنتم عارفين، فبيسلموا عليكم طبعًا، وكل سنة وأنتم طيبين، وربنا يديمنا يا رب كده في حياة بعض في الخير، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.